النوافذ الرئيسية في البرنامج. هناك العديد من النوافذ الرئيسية عندما تقوم بفتح برنامج فيجوال ستوديو دوت نت، وذلك كما يلي: النافذة الأولى هي نافذة التول بوكس أو صندوق الأدوات، وبها جميع الأدوات مرتبة حسب فئات أو حسب مجموعات. وكذلك نافذة Properties أو نافذة الخصائص لأي أداة. لاحظ عند اختيار أي أداة سوف تظهر الخصائص الخاصة بها، وتختلف حسب الأداة المختارة. كذلك هناك نافذة Solution Explorer أو مستكشف المشروع أو مستكشف الحل. يظهر اسم الحل ثم المشروع الحالي وجميع الكائنات الموجودة فيه. ثم يمكن إظهار أو عرض نوافذ أخرى، ولاحظ جميع النوافذ يمكن تفعيلها أو إظهارها بالنقر على هذه الأزرار الموجودة هنا في شريط الأدوات القياسي. أو من قائمة فيو سوف نجد نوافذ أخرى: نافذة الكود إذا كنت في طور الكود للنموذج، أو نافذة التصميم وهي النافذة الحالية. لاحظ ديزاينر وهي النافذة الحالية. وكذلك نافذة مستكشف الخادم سيرفر اكسبلورر، بالإضافة إلى Object Browser وهو عبارة عن براوسر أو مستعرض للكائنات. ثم هناك نافذة خاصة بقائمة الأخطاء أو Error List، وكما ذكرنا نافذة الخصائص وصندوق الأدوات تول بوكس. وهناك بعض النوافذ الأخرى مثل نافذة العلامات Bookmark Window، وكذلك Class View لعرض جميع الفصائل والفئات Class، وكذلك Code Definition Window. كذلك نافذة الأوامر التي تمكنك من كتابة الأوامر وتنفيذها مباشرة، ونافذة Document Outline، وكذلك نافذة الإخراج أو الخرج Output، وقائمة المهام Task List، وغيرها من النوافذ. وسنتعرف على أغلب هذه النوافذ في الدروس التالية بالتفصيل.